كاين اللي كيبقى يقول ما عندي زهر، ما عندي سعد، اللي حطيت فيها يدي ما كتوفق لياش، ما عنديش قبول، ما عنديش الزهر. هادشي مناش هو اللي غنعرفو في هذا الفيديو. تبعوه من الاول حتى الاخر، بارطاجيو مع الحباب ومع الاصدقاء باش تعمل فائده، باش الشباب ديالنا يتوقد ويوعى ويعرف اشنو كاين في الحياه. هذا الفيديو هذا غنتكلموا على بزاف ديال النقط اللي هما اساسيين في الحياه، واللي كنشوف بعض الشباب ما كيستوعبوش بهم وما كيديروهمش في البال. تيقول لك غير انا مالي ما وصلتش، انا مالي ما نجحتش، انا مالي ما توظفتش، انا مالي ما قريتش. اولا حتى بعض السيدات اللي كيكونوا ربات البيوت حتى هما كيوقع عليهم واحد الديكالاج في الحياه ديالهم. كتقول لك انا مالي، علاش انا هكا، علاش انا ماشي بحال الاخرى، علاش؟ شنو هما النقط، شنو هما الحوايج اللي خصنا نديرو في الحياه ديالنا باش الله تبارك وتعالى يرزقنا ويعطينا؟ شنو هما؟ السلام عليكم ورحمه الله، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتوما على خير؟ يا ربي تكونوا على خير وبخير، ويلقاكم هذا الفيديو بالصحه والسلامه وطول العمر. هذه الكلمه ديال ما عندي زهر، ما وصلتش، ما نجحتش، ما حققتش داكشي اللي بغيت، الامنيات ديالي كلهم كيخرجوا ليا فاشوش. علاش؟ خصنا نعرفوا السبب. علاش؟ واش كتنوض بكري؟ واش كتصلي صلاتك الفجر؟ واش كتنوض تقلب وتشوف الحياه الخارجيه خارج المحيط ديالك اللي كتكون انت او انتيا في الدار مخشيه في ديك البطانيه وشاده بورطابل وجالسه كطالعه هابطه كتسكريني ها التيك توك ها الفيسبوك ومضيعه الوقت ديالك، وفي الاخر تقولي انا ما نجحتش، ما توفقتش، ما خدمتش، ما درت، ما فعلت. واش كديري هاد الحوايج هادو ولا ما كديريهمش؟ انا كندوي مع الشابات والشباب ديالنا ديال اليوم اللي كيقول لك ما حققش احلامي، ما نجحتش، ما عنديش الزهر. شوف، الله تبارك وتعالى كيرزق كل واحد، كيرزق الانسان، كيرزق الحيوان، كيرزق. شوف داك الطير اللي كيكون في العش ديالو كيطير وكيمشي وكيلقى واحد الرزيق ديالو، واحد الاكل ديالو اللي كيهزو في فمو وكيديه لوليداتو. هنا الله كيفرق الارزاق. ولكن هاد الطير هذا منين طار، واش هو غير طار ولقى داك الماكله اللي غادي يدي لوليداتو؟ لا، راه طار ومشى لهنا ومشى لهنا وفرفر هنا وفرفر هنا وكيقلب حتى كيلقى داك القوت اللي غيدي الفريخات ديالو وكيديه ليهم. هكذا الانسان كيقول لك الله سبحانه وتعالى سعى يا عبدي وانا نعينك، سعى يا عبدي وانا نعينك. يعني نوض توقد، نوض جمع الوقفه، نوض قلب، سول، بحث، هضر، تكلم، وربي غادي يعاونك. لان ما يمكنش. انا دابا كنشوف شحال من واحد كيبقى صباح ناعس حتى العصر ويقول لك انا ما درت والو في حياتي، وينوض عند امو يقول لها اري ليا باش نشري كارو، اعطيني باش نعبأ التليفون. البنت عاوتاني تقول لها اعطيني باش نعبأ التليفون، اعطيني باش نمشي للحمام، اعطيني. والبنت هنايا وصلت لواحد السن اللي كيكون مثلا كبرت في السن او قرات وشدات واحد الاجازه ديالها، ولكن جا واحد الاحباط، يعني ما خدماتش. انا واخا قريت وشديت واحد الاجازه، نوض نقلب على واحد العمل اللي هو غير قليل نعاون به راسي ونديباني به كما كنقولوا بدارجه الوقت، ونسير به الامور ديالي، واخا نعرف نمشي به غير في الترمواي ونمشي به غير للحمام ونشري به غير شي حاجه اللي كتكون خاصني انا في الحاجه الشخصيه ديالي، وما نبقاش نعول على واحد الوظيفه اللي انا كنتسناها. خاصها تكون عندي واحد الوظيفه اللي هي عاليه، اللي يمكن لي نشد فيها واحد المبالغ اللي هي باهظه الثمن. كنشوف بعض الشباب ما كيقبلوش باي خدمه، ما كيقبلوش باي حاجه يمارسوها وياخذوا منها واحد الاجر واخا قليل وربي يجيب الكثير. واول حاجه في الحياه ديالك وهي كما كنقول لكم انا في الفيديوهات ديالي، فهبطوا الفيديوهاتي وغتلقاوها ديما كنقولها لكم: الفياق بكري بالذهب مشري، ونوض تصلي الفجر ديالك، حيت الحياه واليوميات ديالك والشغل ديالك والنهار ديالك كله كيبدا من صلاه الفجر. هذه ما تقولوش ليا لا، وما تقولوش ليا عليها لا، اختي خارجه ما كاينش، هذه كاينه وحقيقه ومجربه. راه ملي كتبداي من الفجر ديالك راه الله تبارك وتعالى كيفتح لك ابواب ابواب ابواب،
وديك صلاه الفجر اللي كتصليها واللي كتبقى تدعي الله وكتضرعي الله في داك الجوف الليل، هذيك افضل حاجه في الحياه ديالك، وربي كيرزق. وانا قلتها لكم قلت لكم انا ما كنتش كنصلي الفجر، كنت كنصلي غير في رمضان. انا كنصلي، ولكن الفجر باش نصلي على طول الحياه ديالي كنت كنصلي غير في رمضان، ما غنكذبش عليكم. ولكن والله العظيم بلا ما نبقى نحلف لكم، ملي وليت كنصلي الفجر ديالي كنصليه بروغرامه عندي في العقل ديالي، صافي كنفيق كنصلي، صافي كنوض كنصلي، كنقرا شي شويه ولا كنسبح وكنعاود نرجع نعس. ولات عندي حاجه معتمده عندي في الحياه ديالي. وبالتجربه ملي كتطلبي شي حاجه عند الله تبارك وتعالى كيحققها لك. نوضوا جمعوا الوقفه، نوضوا قلبوا على راسكم، ما تبقاش انا غير ناعسه في البطانيه، الجوج 3 د العشيه انا مازال ناعسه مازال خامره، ونقول مالي ما حققتش امنيات، مالي ما نجحتش في الحياه، ما هذاك مالي ما تزوجتش، مالي ما تخطبتش، مالي ما خدمتش، مالي ما مشيت كندفع شي سيفي ما كيوفقنيش الله. وهنا عاوتاني ملي كنبغيو ندفعوا واحد السيفي، ملي كنبغي ندفع واحد التاكس ديالي مكتوب، نعرف كيفاش نكتبو، ندير فيه كلمات وندير فيه واحد الحوار اللي غيتقبلو داك الانسان اللي غادي يشدو مني. راه من ديك الكتابه ديالك ومن داك الحوار ديالك تعرفك اولا واش مثقفه، واش واعيه، واش عندك مستوى، واش تقدي على ديك المسؤوليه، واش تقدي على ديك الخدمه اللي انت مشيتي وطلبتي عندهم. ما يمكنليش انا نكتب واحد السيفي غير هكاك، السلام عليكم انا طالبه الخدمه، لا ما يمكنش. راه حتى داك السيفي خصني نعرف انا كيفاش نبرمجو، كيفاش نحط الكلمات، كيفاش نحط النقط، كيفاش نحط داك المرجو منكم، كيفاش كتعبري كتزوقيه كتحطيه، هو كتجعلي منه هو فيه واحد الجاذبيه باش كيتقبل لك عند دوك الناس اللي مشيتي حطيتي عندهم هذاك السيفي. وهي كتكون عاوتاني كما كنقولوا الله تبارك وتعالى هو اللي كيرزق، ولكن كيقول لك سعى يا عبدي وانا نعينك، سعى عبدي وانا نعينك. راه ما يمكنش كنشوف هاد الشباب اللي كيكون جالس ومازال تبارك الله بالمستاج اللي كيحسن ومازال كينوض كيطلب من والديه ينوضوا يعطيوه، وكتكون هنا الام مثلا خدامه على برا وكتجي للدار وكتنوض عاد كتنوض دير فطور ودير الغداء وتصبن، وديك البنت او ديك الولد جالس في الدار ما كيدير حتى شي حاجه، هو كيتسنى غير اللي يجي يعطيه، هو كيتسنى غير اللي يجي ينوضو، اللي يجي يعطيه الغداء، اللي يجي يعطيه فلوس الحمام، اللي يجي يعطيه فلوس التعبئه، طالع هابط في التليفون. لا الله تبارك وتعالى ما قال لناش هكا. الاحيان كيكون هذا الشخص خدم مثلا خدم في واحد العمل وكيدوز فيه واحد يومين 3 ايام سيمانه شهر، وكيجي كيقول ويك عباد الله ما كاين شاي، الخدمه ماشي هي هذيك، هذاك ماشي هو هذاك، ما عاملونيش مزيان. هنا شنو السبب؟ كيكون واحد الخلل فيك، ما عرفتيش تتعامل، او كتجي معطل، او باقي انت ضارب لك داك النعاس في داركم، داك النعاس اللي كنتي باقي كتجي خامل، ما كتجيش في الوقت، او ما كتاديش واحد المهمه ديالك، او حتى كاع خدم وعنده واحد المرتب بسيط على قلت الله اكبر، ماشي كي يخدم به ويستمر به حتى كيجي الله يجيب الله محسن، لا ايوا صافي كنمشي كندي النهار كندي الليل وكنمشي وكنتعب وكنجي اش كيعطيوني كاع 2 فرانك. هنا ما كتكونش القناعه، هنا ما كتكونش القناعه. حاجه مهمه في الحياه ديالنا وهي القلب الطيب اللي خاصو يكون عندنا، ما خصناش نبقاو نقولوا حنا مالنا. وواحد الحاجه خاصنا نبقاو نسولوا راسنا، نبدا نقول علاش داك فلان نجح وانا ما نجحتش. اذا هنا خاصك تسول راسك، غتقول لي كيفاش غنسول راسي؟ هنا غتسول راسك وغتشوف راسك ملي كتشوف انت داك الانسان الاخر اللي ناجح، اشنو كتقول في الخاطر ديالك؟ واش كتقول الله يكمل عليه بالخير والله يعطيني، اولا كتقول هاد الكافره بالله ولا هاد الكافر بالله ولا هاد ولد الحرام في عيلو كي دارت توصل، كي دارت تنجح، كي دارت توصل لهنايا، كيفاش تزوجات، كيفاش دارت هاد الوظيفه، كيفاش تولاو عندها الفلوس، كيفاش دارت الطوموبيل. هنا حتى هادو كتكونوا تا هما عوامل اللي كيجعلوا منك غتبقى دائما اللور كما كنقولوا، ما عمرك غتزيد لقدام. اللي كيزيد لقدام
كيكون هو قلبه مزيان، قلبه طيب، كيسعى، كيوصل، كيبحث، كيقلب، كينوض يخدم، كيخدم بالقليل حتى كيجي الكثير، ما كيبقاش يعتمد على والديه، ما كيشوف راسو هو كبر وباقي كيمد يديه لوالديه. هنا خاصك انت تعتمد على راسك، خاصك تعتمدي على راسك، ما تبقايش تشوفي الاخر، ديما شوفي انت راسك. الا شفت الاخر نشوفه بعين الرحمه، نقول الله يكمل عليه بالخير، نقدر نسول داك الانسان نقول لي مثلا شنو درتي، وريني، عافاك، اعطيني شي نصيحه، ولا علمني كيفاش ديك الحاجه درتيها باش انا نديرها. ولكن باش نبقى انا شاد يديا، شاد البطانيه، شاد البورطابل، شاد الركنه، حفرت اللحاف بالكلاس ديالي ونقول انا ما خدمتش، ما قريتش، ما تزوجتش، ما عطيتش، ما مشيتش، ما وصلتش، لا ما يمكنش، ما عمرها غتمكن. الله تبارك وتعالى كيقول لك سعى يا عبدي وانا نعينك، بحث، قلب، سبب، دير الوسائل ديالك، ماشي انت ناعس خامر وغتقول السما راه غتمطر عليك بالفلوس، ولا تمطر عليك بالخدمه، ولا تمطر عليك باي حاجه انت كتمناها في الحياه ديالك. الحاجه مهمه في الحياه ديالنا حنايا ما كان بعض الناس ما كيديروش بها، وهي الوقت. الوقت هو مهم في الحياه ديالنا، اي حاجه ديالي نعطيها الوقت ديالها. شوف دابا الاوروبيين عنده الوقت، هو الوقت، دار معك موعد يعني موعد، دار معك واحد البلاصه غتلاقى فيها غتلاقى فيها، غادي في الطروموات تيقرا، جالس في القهوه شاد كيقرا، غادي في الخدمه ديالو شاد كتاب اولا شاد جورنال ولا شاد شي حاجه كيطالع فيها. حنا هنا ولينا عابدين التليفون، ولات العباده ديالنا اكثريه ديالنا ولا التليفون، يعني التليفون ما بقاش خارج منا. التليفون زوين ماشي خايب، فيه الحاجه اللي هي زوينه، فيه الحاجه اللي كنستافدوا منها، ولكن انا التليفون ما غنشدوش طول الوقت ديالي، نشدو نقلب به على شي حاجه اللي غنستافد منها، نشوف شي حاجه مثلا اللي تضحكني وتفاجئ عليا. ولكن باش نشد انا التليفون الصباح عشيه، صباح عشيه، ليل، غادا في الزنقه، كنشوف انا بنات غادي في الزنقه وشاده التليفون هكا عينيها فيه في داك الشعه وفي داك الزنقه، كيفاش كتشوف فيه الله اعلم. انا بعدا والله الا انا بعدا ما كنقدرش نشوف التليفون في الزنقه، كيعطيني الله العمى في عينيا، ما كيتبان لي حتى شي حاجه. وهما تبارك الله لي زيكوتور في ودنيها وهي غاده، ما هياش في هذا العالم، وهي جالسه في الدار ما كتنوضي فلانه نوضي فلانه، هي ما كايناش في هذا العالم. وهنا باش كنقول لكم راه هذا الشيء الا بقيتوا في هذا الوصف، في هذه المرحله اللي نتوما غاديين فيها، ما عمركم غادي توصلوا، ما عمركم غادي تنجحوا. لان كنشوف الامهات كيتشكاو من هذا الشيء هذا، وكتقول لك غير جالسه في الدار، غير جالس في الدار، غير ماد يدي، غير ماده يديها، حفرت ليا اللحاف، ما ولكن لا، نوض نقلب على راسي، نسعى، نتوضا، نصلي، نبحث على راسي الا بغيت ننجح في الحياه ديالي. راه ما يمكنش غادي تجيني هذا النجاح ولا غتجيني هذه الخدمه اولا غتجيني واحد الحاجه اللي انا كنتمناها في الحياه ديالي زوينه وانا جالسه شاده يديا وجالسه في واحد القنيته ما كنتحركش منها، ما يمكنش، ما عمرها غادي تمكن. الله تبارك وتعالى كيقول لك سعى يا عبدي وانا نعينك. والحاجه المهمه اللي غنقول لكم في اخر هذا الفيديو وهي الثقه بالنفس والثقه بالله سبحانه وتعالى، والدعاء والصلاه والذكر ديالكم باش الله تبارك وتعالى يفتح لكم ابواب الخير والرزق والسعاده في الحياه ديالكم. كنتمنى يا ربي الحبيب هذا الفيديو لقاكم على خير وبخير وما يتخصكم حتى شي خير ان شاء الله يا ربي.